السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بأتم صحة وخير. في الفترة الأخيرة حصلت ضجة كبيرة جدا عن قضية ياسين، واللي كله كان عايز حق ياسين، وبالفعل الحمد لله حق ياسين رجع. ولكن كتير جدا ربطوا بين الأحداث اللي حصلت مع ياسين، وخصوصا ان هي كانت في المدرسة وعلى ايد مدرس وبعلم مديرة المدرسة وبمساعدة الناني ومعرفة المدرسة. وده طبعا عمل ضجة كبيرة جدا وخلى كل الجمهور وكل الشعب بقى يفكر في حاجة واحدة، وهي مسلسل لام شمسية، اللي تقريبا كان فيه احداث كتير جدا مشابهة بين بطل المسلسل اللي هو كان يوسف، وبين ياسين وهو بطل الواقع والحقيقة بتاعتنا. وبالفعل حتى الاشخاص اللي حوالين ياسين كانوا برضو مشابهين في حاجات كتير جدا مع مسلسل لام شمسية ومع يوسف. وعشان كده في كتير جدا ربطوا وطلع كلام كتير. هل مؤلفة القصة والكاتبة مريم نعوم يا ترى كان عندها فكرة بالفعل عن قضية ياسين، وخصوصا ان القضية بقالها اكتر من سنة في المحاكم وبقالها اكتر من سنة بتترفض، ووالدته عملت حاجات كتير. فلما نزل المسلسل في رمضان كتير جدا قالوا ان اكيد الكاتبة والمؤلفة الكبيرة مريم نعوم كانت على علم بالقضية، وكانت قصده ان هي تنزل مسلسل لام شمسية للوعي بسبب القضية دي وعشان تثير الرأي العام فيما بعد. يا ترى الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ تعالوا الاول نشوف مع بعض ابطال قصتنا في مسلسل لام شمسية، ونشوف قمة التشابه قد ايه كبير جدا بينه وبين الاحداث الواقعية واللي حصلت بالفعل في قضية ياسين. اول حاجة هنبدأ بيها هي ام يوسف، واللي كانت مرات ابوه، لكن هي اللي مربياه وهي اللي عارفة عنه كل حاجة وفعلا في مقام امه. واللي بالفعل شفنا قد ايه في المسلسل ان هي كانت بتجري على حق يوسف كتير جدا، وان فعلا هي رفعت قضية في الاول وعملت محضر واترفض واتحطت تحت ضغوط كتير جدا، وحاولت ان هي تقف لوحدها قدام الضغوط دي، وما كانش في اي حد جنبها، بالعكس كان الكل ضدها والكل بيحملها غلطة اللي حصل ده، والكل محدش مصدقها. وبالتالي كانت تحت ضغوط كتير جدا لغاية ما بالفعل قدرت ان هي توقف القضية تاني، وان هي تروح للنائب العام، وان هي فعلا تفتح القضية من جديد وياخد الجاني جزاؤه. ده نفس اللي حصل فعلا مع ام ياسين في الواقع، وان هي فعلا بالفعل كانت نفس الاحداث مع اختلاف التفاصيل، لكن هي بالفعل هي كمان عملت محضر واترفض، وعملت اكتر من مرة في النيابة، وكانت القضية ما بتكملش وبتتقفل، حصل معاها ضغوط كتير جدا جدا زي مامة يوسف اللي في المسلسل، لغاية ما بالفعل قدرت ان هي تروح للنائب العام وقدرت ان هي تقوم القضية من جديد وفعلا ياخد جزاؤه. فده بالنسبة لمامة يوسف واللي كانت في المسلسل، مامة ياسين اللي في الواقع، والتشابه اللي كان بينهم كبير جدا في احداث المسلسل. بندخل بعد كده على الفرق او التشابه اللي تقريبا الفرق بينه حاجات بسيطة جدا، وده طبعا عشان الحدث الدرامي وهو مديرة المدرسة. وبنشوف في مسلسل لام شمسية ان كانت ام وسام اللي هو الجاني كانت هي مديرة المدرسة، وفعلا كانت ابنها اللي هو وسام وهو كان الجاني في المسلسل كان هو كمان موجود في المدرسة كشريك فيها. ولكن كانت تشابه كبير جدا بين مديرة مدرسة الكرمة واللي كانت على علم باللي حصل وعرفت، ورغم كده حاولت ان هي تفضل واقفة جنب الجاني لاخر لحظة، وبدأت ان هي تغير الوقائع والحقائق وتتوه او تضيع حق ياسين. وده نفس اللي كان من مديرة المدرسة واللي هي كانت موجودة في مسلسل لام شمسية، واللي بالفعل هي كمان كانت حاسة ان في حاجة غلط وان الجاني فعلا بيعمل حاجة غلط، ورغم كده فضلت واقفة جنبه وفضلت واقفة معاه وفضلت تدعمه رغم كل ده ورغم احساسها ورغم علمها، ولكن برضو فضلت تعمل ده. ولكن في المسلسل كان في حبكة درامية ان هم كانوا مطلعينها هي ام الجاني بالفعل، علشان كده كانوا مطلعينها ان هي من باب الخوف على ابنها مش اكتر.
بعد كده بندخل على الناني واللي كانت موجودة في مدرسة الكرمة، واللي طبعا ليها دور كبير جدا في القضية، واللي المفروض تتحاكم زيها زي الجاني الفاعل الحقيقي، واللي بنشوفها في المسلسل بتاع لام شمسية كان بيقوم بيها دور الشغالة اللي كانت شغالة عند ام وسام، واللي هي كانت مديرة المدرسة وكانت شغالة عندها، وان وسام هو كمان عمل في بنتها نفس اللي كان بيعمله في يوسف وهي صغيرة عندها 13 سنة. ولكن الشغالة ما قدرتش تتكلم لان هي كانت شغالة عندهم وكانوا بياخدوا بالها من بنتها وكانت بتاخد منهم فلوس اللي هو المرتب الشهري، فعشان كده كانت ساكتة طول المسلسل، ما اتكلمتش غير في الاخر خالص لما بدأ ان هو فعلا يبدأ ان ياخد جزائه. وده نفس الكلام ان الناني كانت عارفة كل ده وكانت ساكتة لان هي كانت بتاخد مقابل مادي قدام ده. فالفرق بين الناني والشغالة ان هما في الحبكة الدرامية كانوا طالعين ان الشغالة لا حول ليها ولا قوة، ولكن الناني كانت مجرمة حقيقية في الواقع لان هي كانت بتساعد على الفعل ده، ولكن الاتنين كان في بينهم تشابه كبير جدا، وهي ان الناني كانت عارفة ده وبتاخد مقابل، وان الشغالة كان عندها فكرة برضو عن اللي هو بيعمله ولكن كانت ساكتة. بعد كده بنيجي من ضمن الابطال بتوع القصة البطل الكبير جدا بتاعنا وهو يوسف اللي في القصة، واللي كان وقتها عنده 9 سنين لما حصل معاه الموضوع ده او هم اكتشفوا معاه الموضوع ده. ولكن في الاحداث كنا عرفنا ان هو راجعين مصر بقالهم كذا سنة، وان هو بياخد درس لغة عربية عند وسام اللي هو الجاني، ومحدش عارف يا ترى الواقعة دي بتحصل بقالها قد ايه، وان هي اكيد بتحصل بقالها اكتر من سنة. يعني ممكن يكون كانت بتحصل من وهو تقريبا 5 أو 6 سنين، اللي هو العمر المماثل تقريبا لياسين وهو بطلنا في الواقع، واللي فضل صامد علشان يجيب حقه، واللي كان ساكت وما بيتكلمش وما كانش قادر يقول لأهله اي حاجة. وبالفعل في المسلسل ايضا يوسف كان مش قادر يقول لأهله اي حاجة، حتى لما حصل حاجة قدامه كان يعني اللي حواليه كلهم كان شايف الجو متوتر ازاي، لكن هو كان خايف جدا ومش قادر يتكلم. وده نفس كان احساس ياسين لما كان بيبقى خايف جدا برضو ومش قادر يتكلم. بعد كده بنروح من ابطال قصتنا في لام شمسية، هي الاخصائية النفسية واللي كانت شغالة في المدرسة واللي قايم بيها في الواقع المدرسة اللي عرفت وفضلت ساكتة، او كل كان دورها ان هي راحت بس للمديرة ان هي تتكلم معاها وتقول لها ان الولد قال ايه، لكن بعد كده ما كانش ليها اي دور وفضلت السكوت. وبالفعل بيقوم بنفس الدور ده في المسلسل المدرسة او الاخصائية اللي كانت في المدرسة واللي عرفت الموضوع كويس جدا، ولكن ما كانش من يوسف ولكن كانت من والدته، لان هي كانت صاحبة شخصية ليها وعرفت منها الموضوع كله. ولكن مديرة المدرسة لما هددتها وقالت لها ان هي لازم تسكت وما تتكلمش خالص لا اما هتمشي من المدرسة، فبالتالي هي فعلا سكتت وما شفنا لهاش في بقية المسلسل كله اي دور او اي تدخل من اي نوع. وده نفس دور المدرسة في الواقع اللي فعلا عرفت وراحت قالت للمديرة، ولكن بعد كده ما بقى لهاش اي دور بسبب ان طلب منها ان هي تسكت وان هي ملهاش دعوة باي حاجة لا اما برضو تسيب المدرسة. فبالتالي كان التشابه جدا بين الشخصيتين كان واضح جدا. بنيجي بقى للدور الكبير وهو بطل مسلسل لام شمسية وهو وسام، او بمعنى اصح الجاني في المسلسل، واللي بنشوفه او بيجسد دور الجاني صبري اللي كان في الواقع. وده اللي التشابه بينهم كان كبير جدا وحصل ضجة كبيرة جدا جدا على كم التشابه بينهم في كل حاجة، مش في الدور بس، حتى في طريقة اللبس. لو شفنا في المسلسل وسام كان بيلبس ازاي هنلاقي ان لبسه تقريبا متشابه بشكل كبير جدا مع الجاني صبري بتاع واقعة ياسين، حتى تسريحة شعره حتى الشعر الابيض اللي عنده حتى الطريقة بتاعته طبعا مع اختلاف السن، ولكن كان في تشابه كبير جدا في الملابس وفي الطريقة حتى في الوظيفة نفسها. ان طالع وسام مش مدرس في المدرسة ولكن هو شريك مالي في المدرسة. ولكن لو شفنا الجاني بتاعنا اللي هو صبري كامل هنلاقي ان هو برضو ما كانش مدرس في مدرسة الكرمة ولكن هو كان مراقب مالي في المدرسة، يعني كان اللي بيربطه بالمدرسة مش
مش التدريس. وده نفس دور برضو وسام، كان دكتور جامعي ولكن كانت علاقته بالمدرسة اللي بتعتبر المديرة بتاعتها والدته ان هو يعتبر من الشركاء اللي فيها وليه وضعه في المكان، وكان بيروح بالطريقة دي. ولكن كان التشابه فيهم كبير جدا، والحمد لله ان التشابه بينهم كان كمان في الحكم القضائي، ان وسام خد مؤبد وكمان صبري كامل خد مؤبد، وده احسن تشابه حصل بينهم هما الاتنين. ومن التشابه اللي كان موجود بينهم هما الاتنين ان وسام في مسلسل لام شمسية اتضح ان يوسف مش هو الضحية الوحيدة، وان هو كان ليه ضحايا تانيين، وكان منهم في المسلسل اسماعيل اللي اكتشفنا بعد كده انه كان بيعمل معاه زي يوسف بالظبط. ومن احداث المسلسل اكتشفنا ان اكتر من حد كان بيحصل معاه كده، منهم بنت الشغالة اللي كان عندها وقتها 13 سنة لكن حاليا هي بقت شابة وكبرت. وبالفعل اكتشفنا ان في ولد او شاب برضو طلع وقال ان هو كان بيحصل معاه نفس اللي كان بيحصل مع ياسين في الواقع. فدي من ضمن الاحداث اللي متشابهة جدا. ومن ضمن الاحداث ان عرفنا ان ياسين برضو مش اول واحد للجاني صبري، لا ده في ضحايا تانيين واولاد تانيين 4 أو 6 على حسب ما يقال كان بيحصل معاهم نفس الكلام. وده نفس اللي حصل في المسلسل في لام شمسية، لما اتضح ان الجاني وسام عنده ضحايا تانيين كان بيعمل معاهم برضو نفس اللي كان بيحصل مع يوسف. فالتشابه بين المسلسل او بين ابطال المسلسل والابطال الواقعيين في بينهم تشابه كبير جدا جدا، واللي خلى كتير جدا من الاشخاص يقولوا ان فعلا الكاتبة مريم نعوم كان عندها فكرة وكان عندها علم بتفاصيل القضية او بتفاصيل الواقعة بتاعت ياسين بطريقة كبيرة جدا اكتر من اللي الاعلام كان بيقوله. ولكن الاكيد هو ان المسلسل وعى ناس كتير جدا وعمل ضجة كبيرة جدا، وكان ليه تأثير جامد في الحالة او في الرأي العام في قضية ياسين. اشوفكم على خير في حلقة جديدة، ويا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، ويا ترى في ايه تاني ممكن نكتشفه بعد كده، ونشوف ان هو ليه واقع او ليه تشابه كبير في احداث المسلسل. هنشوف مع بعض اللي جاي، واشوفكم على خير. ولو بتسمعوني لاول مرة او بتشوفوني لاول مرة يا ريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوني تاني وتفعلوا الجرس، واشوفكم على خير والسلام عليكم.